خير على يا بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم الإخوان، نتمنى يكون كل شيء بخير. اليوم إن شاء الله خارجين في واحد الرحلة أنا والصديق. حاليا حنايا في تغبالوت. الوجهة ديالنا الإيميلشيل إن شاء الله. من بعد إيميلشيل باش غادي نشوفو الطراجي ديك الساعة فين غنتوجهو. المهم حنا دابا حاليا عندنا الفكرة الأولى هي إيميلشيل، ومن بعد إيميلشيل نشوفو ديك الساعة فين غنتوجهو إن شاء الله. ما شاء الله الطريق إيميلشيل ديما كنشكرها، ديما الطريق زوينة ما شاء الله. كاين واحد الجمال هنايا ما شاء الله، سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، الانطلاقة ديالنا كانت من مدينة الدار البيضاء، مرورا على قصبة تادلة ثم القصيبة تغبالوت، ودابا حاليا الوجهة ديالنا إلى إيميلشيل اللي غادي تكون أول محطة ديالنا، اللي هي إيميلشيل بحيرة تيسليت. ثم غادي نحطو لاطونت ديالنا إن شاء الله، وغادي نريحو واحد دو جوغ، وابخي غادي نختاروا الوجهه ديالنا. لان حاليا ما كناش راسمين طراجي، قلنا حتى نمشيو لإيميلشيل ومن بعد ديك الساعه نحطوا طراجي ديالنا. والصراحه اللي كان طراجي اللي رائع بزاف، اللي غادي يستافد منه اغلبيه ديال الناس اللي بغاين يديروا هاد الطراجي هادي. المهم باش ما نحرقوش المراحل، نخليكم مع الفيديو واستمتعوا لي بهاد اللقطات هذه. طريق بين إيميلشيل والقصيبة. وما تنساوش تدعمونا بلايك باش نستمروا ان شاء الله وفرجة ممتعة. عجباتك اللقطة؟ مازال الخير. مالك خسر ديال الموت معايا ديال سامسونج، جايب معايا جوج مع السخونية عاوتاني بزاف. وهنا غادي يبدا يظهر واحد شويه ديال العياء، واقترحت على الصديق باش نريحو في واحد الواد اللي ما بقاش ليه بزاف. داك الواد كيبعد على إيميلشيل تقريبا ب 36 كيلومتر، واللي غادي نرتاحو فيه ان شاء الله، وغادي نعومو فيه وناخدو الوقت ديالنا الكافي.
ومن بعد ان شاء الله نكملوا الرحلة ديالنا الى بحيرة تيسليت. وهنايا غادي نكون وصلنا للواد اللي غادي نرتاحوا فيه وناخذ وقتنا الكافي. بقى لينا والو لايملشيل، يعني بقات 36 كيلومتر ولا 37 كيلومتر. الانسان فاش كيعيا خاصو يوقف يرتاح. وفي نفس الوقت نقدم واحد النصيحة، لان فاش كتعيا وكيبقى لك مثلا غير واحد الكيلومتراج قليل، مثلا كتقول صافي غير نكمل، تما كاين يعني كتخسر عليك ديك المتعة ديال السفر وكتعيا، وكتولي تبان لك الطريق مرة أخرى إلا بغيتي تجي ليها من الناحية النفسية كتولي تبان لك صعيبة. يعني الإنسان الإخوان فاش يعيا يوقف وياخد راحته ويجمع ويعاود عاوتاني يشد الطريق. فاش كترتاح وكتشد الطريق كتجيك عادية القضية، ما كتحسش بالسفر. وإلا ما وقفتيش كتحس بالعناء ديال السفر وكتاخد حتى من الصحة ديالك. الأحسن الإنسان ياخد وقته باش ما يهلكش الصحة ديالو. المهم الإخوان هنايا عجبنا الواد وضربنا بواحد العومة، ومن بعد شدينا الطريق، يعني خدينا واحد 40 دقيقة تقريبا وعمنا فيها. خليكم مع الفيديو. من بعد فاش خدينا الراحة ديالنا، دابا جمعنا الباكاج ديالنا وغادي نتحركوا دابا الى بحيرة تيسليت. ونخليكم مع هاد السينماتيك الرائع. نتلاقاو في بحيرة تيسليت ان شاء الله.
المهم غادي نهبطو لتحت نديرو الطونتيو لتحت. الدنيا خضرا واخا بلاد. ولف كنجي هنايا فهاد الوقيته راه كنلقى الكحك باقا الدنيا خضرا. كيبانو ليا لي طونت مكاينينش الصح. لا طونت وحده اللي كتبان ليا راهي شاف شجره. ولكن هنايا في هاد البلايص ورا بجوجنا جايين مغامرين، بجوجنا عندنا رويت سلوكه وشومبرير، والحمد لله لحد الان كلشي غادي في امان الله. موتور السيم تاهي تبارك الله. وهنايا السوزوكي الانترودر. اللهم بارك، راه واحد الركبه راه يا سلام الركبه. المهم هادو هما الدول اللي ما مشيناش ليهم، علقناهم هنايا. داكشي علاش علقناهم، هادو باقي ما مشيناش ليهم، داكشي علاش علقناهم. هادي حنا بدينا بهادي، خصنا نديرو لا كروكيات نضربو عليه الراق موريتانيا. كاين هنايا الجزائر. وهنا غادي نكون وصلنا لبحيرة تيسليت، واختارينا المكان المناسب اللي غادي نصبو فيه لاطونت، واختارينا البلاصه اللي تكون مظلله سواء في الصباح سواء في العشيه، لاننا هنا مازال مريحين واحد يومين غادي نزورو فيها بحيره تيسليت وايضا بحيره ايسلي. وان شاء الله غادي نبارطاجيو معاكم في الفيديو الجاي الانشطه اللي قمنا بها في هاد البحيرتين. وتهلاو لي في راسكم وما تنساوش تدعمونا بواحد لايك، ونتلاقاو في الفيديو ان شاء الله الجاي. تهلاو.